مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بداية لا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عاجل توقيف تطبيق تيك توك نهائيا في الجزائر. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده غلق تطبيق تيك توك نهائيا في الجزائر. وقال بعض النشطاء إن وزارة التربية الوطنية أصدرت بيانا منعت بموجبه رسميا تطبيق تيك توك الصيني بسبب المخاطر التي يحملها لفئة القاصرين. وزعم البيان المنسوب لوزارة التربية الوطنية أن الوزارة اتخذت هذا القرار كونه يحمل العديد من المخاطر بنشر مواد غير أخلاقية قد تعرض القُصّر والشباب للابتزاز والاستغلال من المنحرفين. ووفقا للبيان ذاته تكمن مخاطر هذا التطبيق في سهولة تقاسم وتشارك مقاطع الفيديو. وتقصت قناتنا حقيقة الخبر المتداول عبر منصة فيسبوك لتتوصل إلى أنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة. ولم تصدر وزارة التربية الوطنية أي خبر بهذا الخصوص، كما أن منع أي تطبيق إلكتروني ليس من صلاحيات وزارة التربية ولا حتى من صلاحية وزارة البريد والمواصلات اللاسلكية، بل يكون وفقا لتحيين نص قانوني خاص بهذا الأمر.